أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض الكبسة السعودي بالخلطة السعودي الأصلية اللي بتخلي طعمها وشكلها وريحتها حاجة تانية خالص. أكلة فخمة كده وجميلة بطعم مميز، وهنعمل الأكلة كلها في حلة واحدة بتتبيلة رهيبة هتخلي ريحتها تجيب من آخر الشارع. تنفع تتقدم لو جايلك ضيوف أو حتى للبيت عندك يوم الأجازة، تفرحي البيت كله بيها. وصفتها النهاردة هنعملها بطريقة سهلة خالص، مش هتاخد منك وقت كبير ولا مجهود. اتبعي بس انتي الخطوات والمقدار بالظبط، وهيبقى عندك أحلى كبسة سعودي شفتيها في حياتك. ان شاء الله تجربيها وتعجبك وتقولي لي رأيك. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. عندنا هنا 3 كوبايات من الرز البسمتي الهندي، وطبعا مقدار الرز ومقادير التوابل وكل ده على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. وعندنا هنا بصلاية مفرومة كبيرة، وجزراية وسط مبشورة، معلقتين صلصة او طماطم مكعبات زي ما انت حابة، وفلفل كوبي متقطع مكعبات. وعندنا هنا دبابيس فراخ. طبعا حابة تعمليها فرخة كاملة اعمليها، حابة تعمليها بصدور زي ما انت عايزة. وغسيل الفراخ انا كنت عامله له محلول قبل كده، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وعندنا بقى التوابل: عود من القرفة، بهارات الكبسة، لومي اللي هو الليمون المجفف، حبهان، ورق لوري، واحدة قرنفل أو رشة قرنفل يعني، رشة من الجنزبيل، كاري، كركم، وبهارات فراخ لو حابين، يعني بهارات الكبسة اللي انتوا حابينها. لو عندكم حاجة تانية بتحطوها غير ده حطوها برضو. تمام. في حلة بقى على النار هنحط سمنة. طبعا انا حاطه 3 معالق رز، يبقى احط 3 معالق سمنه عليهم 3 معالق زيت. تمام. وهنحط اللوري، وهنحط القرفه، وهنحط اللومي والحبهان والبصل، ونقلب نحمرهم كده مع بعض ياخدوا تحميره بسيطه خالص. احنا مش عايزينه يتحمر كامل، لا، احنا عايزين تحميره خفيفه، كل حاجه تاخد تحميره بسيطه عشان تكمل سواها مع تحميره الدبابيس، دبابيس الفراخ يعني. وبعدين هننزل بالجزر والفلفل ونقلبها برضو كده تقليبة بسيطة. وبعدين البهارات، واول بقى ما بنحط البهارات الريحة بقى بتطلع، مش قادرة اوصف لكم على جمالها. اكنك خلصتي الكبسة كده وريحتها بتملى الدنيا كلها. تمام. هنقلبها برضو تقليبة بسيطة كده، وبعدين ننزل بدبابيس الفراخ كلها كده مرة واحدة من غير ما نحط مية ولا نحط اي حاجة. هي الاول هنحمرها كده مع التوابل والخضار اللي هو الجزر والفلفل كده، واحنا بنقلب بالراحة خالص عشان شكل الفراخ عامة تطلع شكلها حلو واحنا بنقدمها. لان احنا لو قلبنا جامد كده هتتهري مننا، لانها لسه هتستوي. فاهميني ازاي؟ فنقلبها بالراحة كده عشان خاطر لما نيجي نقدمها يبقى شكلها حلو. وهنحمرها كده تحميرة حلوة كده مع كل المكونات الحلوة دي. وبعد ما نحس انها اتحمرت شوية عشان نعرف لونها انها اتحمرت، نبتدي بقى نحط معلقتين الصلصة، او لو هتحطي مكعبات طماطم هتحطيها بقى في الوقت ده. وهتقلبي كده تقلبتين برضو. تمام. واول ما تحسي ان كله كده اختلط ببعضه والفراخ نزلت الصوص بتاعها الجميل ده، حطي بقى مقدار المية. يا دوبك كده المية تغطي الفراخ بحوالي 2 سنتي كده ولا حاجة. ونقلب بالراحة برضو عشان الفراخ ما تتبهدلش مننا. تمام. ونسيبها بقى تغلي، واول ما تخش في السوا كده نحط لها الملح بتاعها، لان احنا ما حطيناش ملح في الاول عشان ما يخليش الفراخ تشد مننا، عشان تستوي حلو تحط لها الملح قبل ما تستوي بحاجة بسيطة. تمام. وبعد ما تستوي هنشيلها بقى من المرقة بتاعتها دي، ونحطها في الصينية اللي احنا هنحمر بيها. والمرقة اللي موجودة دي، لا، هي دي اللي احنا هنسوي فيها الرز البسمتي. لو بعنيكي كده هتقدري تقدري المقدار ان لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونص من المية يبقى تمام. مش هتعرفي، يبقى عايري المرقة اللي طلعت من الفراخ وشوفيها لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونص من المية. تمام. وهنا بقى حطينا الدبابيس كلها في صينية، ودهنا الصينية الأول زيت، وبعدين أخدنا شوية من المرقة اللي نزلت من الدبابيس وحطينا فيها معلقة صلصة، ودهنا وش الدبابيس كلها بالخلطة الجميلة دي. وبعدين هندخلها الفرن ونولع الشواية بس، لأن هي أصلا مستوية. احنا محتاجين بس إن هي تاخد لون التحمير الحلو. تمام. وبعد ما هنخلص كله دهان وشها هندخلها الفرن.
هنا أنا حسيت إن المرقة شوية على الرز اللي أنا عاملاه، فحطيت شوية مَيّة صغيّرين، وبعدين هاحط الرز، أول ما تغلي هاروح حاطة الرز البسمتي. شايفين الرز ما غرقش خالص في المَيّة، لازم كده يكون بحوالي 2 سنتي كده المَيّة أكتر من الرز، وبس كده. أول ما تغلي هتهدّي عليها النار زي الرز العادي، وبس كده. شُفتوا بقى الجمال؟ إن شاء الله تجرّبوا الوصفة وتعجبكم، ويبقى عندكم أحلى كبسة سعودي. مع ألف سلامة.